مرحبا، كيفكم؟ تعالوا نعمل بهالأجواء الباردة حلا سهل وسريع اسمه حلا الحطب. كتير روعة، رح يعجبكم. بس ما تنسوني من اللايك، ويلا نبلش فيه. طريقة التحضير والمكونات كتير سهلة وبسيطة. طبعا مكوناته سهلة كتير غير مكلفة، زي ما انتم شايفين: علبة قشطة وشوكولاتة وكاسة حليب بودرة، وكمان عندنا حليب مكثف محلى. في البداية هون رح نحمص أو نحمر حليب بودرة، في ناس بيسموه هنا في مصر لبن بودرة. رح نحمره على الغاز، وفيك رح تحمروه أسهل وأسرع على الشواي، بس يعني تحمير بسيط حتى يتغير لونه أو تطلع ريحته. بعد هيك بنضيفه في وعاء ونحط كوب بسكوت مطحون. طبعا هون الفيديو ما كمل معي، بس بتضيفوا القشطة والحليب المكثف وبتعجنوه مع بعض مع البسكوت وحليب البودرة، بتطلع معكم عجينة متماسكة مثل ما انتم شفتوا، كتير سهل. تلفوها رول مثل ما أنا عملت، تحطوها بالثلاجة شي ربع ساعة، وبعدين بتسيحوا الشوكولاتة وبس تدهنوا العصي اللي عملناها وبتقطعوها في السكين على شكل حطب. شفتوا ما أسهله؟ كتير روعة وسهل كتير. طبعا لما تحطوا الشوكولاتة تدهنوها تتركوها في درجة حرارة المطبخ لحالها بتجمد وبس، وهيك بيكون الحلا جهز وصحتين. وشكرا للمتابعة.